السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. اليوم نبدأ في قراءة سلسلة من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآداب علمنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب الجميل الذي الكل يعرفه، كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. مؤلف هذا الكتاب الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله، الله يغفر له ويرحمه. طبعا اليوم نقرأ لكم المقدمة على السريع بس. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مختصر اختصرته من كتاب الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة. طبعا العلاج بالرقى من الكتاب والسنة اختصرت فيه قسم الأذكار ليكون خفيف الحمل في الأسفار. الله أكبر. نكمل الوجه الثاني. وأيضا قال رحمه الله: وقد اقتصرت على متن الذكر واكتفيت في تخريجه بذكر مصدر أو مصدرين مما وجد في الأصل، ومن أراد معرفة الصحابي أو زيادة في التخريج فعليه بالرجوع إلى الأصل. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وأن ينفع به من قرأه أو طبعه أو كان سببا في نشره، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف حرر في شهر صفر 1409 هجرية. الله يجزاه خير الشيخ ورحم الله له وغفر له، وأسأل الله أن يجعل ما كتبه في هذا الكتاب في ميزان حسناته وأن يكون شاهدا له لا عليه.